البارحة بالليل الناس يمي يقولوا لي قسم من الناس الموجودة من الفصائل اللي جت هناك لا خلت عندنا تراكتر ولا خلت عندنا سيارة ولا خلت عندنا مرشة ولا 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 ولا. وذكروا لي بالمناسبة راح أذكر لك، ذكروا لي سرايا السلام وبصفهم وقالوا لي سرايا السلام لم يتعدوا على أي ممتلك من ممتلكات الناس. قلت لهم طيب استعينوا بسرايا السلام وخلوهم يجون عليكم يحامون النطق هذه. قالوا لديهم حدود يقولون هذا حدنا وما نتجاوز فوق ذاك. نشكر الأخوة في سرايا السلام وبقية السرايا المعتدلة والتي تأخذ من الوسطية والاعتدال في عملها، وكذلك هناك القيادات في الحشد الشعبي أيضا ما سمعنا منهم إلا كل كلام طيب يؤكد على وحدة أبناء الشعب العراقي. لا فرق بين المكونات ولا بين المذاهب ولا بين الطوائف، ويؤكدون على قواتهم وعلى المنتمين لهذه القوة بحقن دماء المسلمين، بحقن دماء الناس، بعدم التعرض إلى الأبرياء، وخاصة يعني ما رأيته عند الأخوة في سرايا السلام. كلمة بيان، إذا يصدر بيان معنى ذلك أن هذه الانتهاكات هي أساس العمل وليست حالات طارئة أو حالات خاصة. حينما تصدر بيان تعطي انطباع أن العملية في الأصل هي انتهاك، وبالتالي يجب أن يوقف هذا الانتهاك. هو مو فوق المرجعية، ما المرجعية قالت 3 مرات 4 توصي ديروا بالكم ترى حرام هذا الشيء. يا مو السيد هذا العامل اكبر من السيستاني ولا اكبر من القبنشي ولا اكبر من مش اسمه مهدي الكربلائي، ما يطلع يقول اي نعم. يعني هو لازم يتوقع، هو مو جايب له 100,000 انبياء. بعدين اكو شغلات، اكو ناس طائفيين، اكو ناس يريدون ينتقمون، اكو ناس مذبوح اخوه بسبايكر، اكو كل شيء اكو. لكن هذا مو ثار عشائري حتى لا تنقلب الشغله شغله طائفيه وثاريه. على القائد ان يعلن هذا وان يصدر تعليمات واضحه وصريحه. اسال اي واحد بسامره قول له شلون كانوا بسرايا السلام ينطون يفترون على البيوت، وهذا مو بصدد اني جاي المع السلام ولا السيد الصدر، هاي بسامره ويسمعوني. اللي مريض يودون للمستشفى بسياراتهم بالليل، ينطوهم غذائيه، يدقون البيبان، ايش محتاجين، ينضربون ما يضربون اليمهم ولا يعتقلون احد. وبالتالي حتى البيوت اللي سكنوا بها في المناطق اللي كانوا بها ما اخذوا منها خاشوقه مال شاي. هذا حق يقال، الحق يقال. اليوم الناس تعرف، لكن بالمقابل مناطق كامله اجوا لقوا حتى الحياطين ماكو. يعني هاي مو علاقه ابدا. اذا اريد اني انادي بسرايا السلام، نعم فقط، يعني لانها ما مرتبطه بحزب وما لها علاقه بالناس. على هذا الاساس يعني تحية وتقدير لأبو دعاء قائدها كاظم العيساوي. فعلى هذا الأساس، لأنه كاظم العيساوي سمعت من أحد الأخوة سوى شيء جميل جدا هذا الرجل، وأرجع هذه قضية مهمة. كل من في الحشد الشعبي يأكل من مال بيت غير بيته أو غير تمويله، قنينة ماي، صلاة، وضوء، كلها غير مجزية للذمة. أسأل لكم هاي القضية نقلت عن العيساوي. حتى ما نطول على ساكستنا الكريم، تفضل. يقول طبينا إلى بساتين، ينقل عن هذا الأخ، ينقل عن أبو دعاء. أنا ما شايف أبو دعاء يعني أبدا قطعا، الرجل أوجه له كل التحية والتقدير. يقول ألقينا 5 كيلوات ذهب و50,000 $. والقينا رقم تليفون، فشل ابو دعاء التليفون، خابر الناس الشاردين من القصف من هاي البساتين، فبالشو انتو رافضه، انتو صفويه، انتو يجي. قلت لهم عمي القينا فلوس و5 كيلوات ذهب، اريد نرجعهن الى صاحب هذا البيت. فقامت تسبين المراه سب ولا مثله. بعدين اخذ زوجها التليفون، واذا قلنا له عمي احنا وين اي مكان نوديهن لك؟ قال انتم جادين؟ انا بفلان مكان. يقول يحلف ويقسم، يقول بنص داعش. يقول مشوا شباب 4 واخذوا كاميرا وياهم يصورون، يعطون الامانه للرجال. بعد 3 ايام اجوا اهل هذه البساتين يقبلون اقدامنا للعفه التي فيها نحن. ارجوكم كونوا كما قال الرجل،
ليش؟ حتى تخرجون بمصباح محمد وآل محمد. بابا شوفوا هذا ذبح اتنس. احنا سرايا السلام ما من ايده. اكو عالم جهات تفوق. هذا القرآن مالهم خطير بابا. استغفر الله ربي. هاي الساعة هاي احد الابطال سرايا السلام. اسحاقي. سولف وصلوا الرسالة هاي. شوف هاي سرايا السلام. لا تمد ايديها على الحرام ولا هاي. شوف الذهب مالهم عايفينه طالعين اي اشكال ماكو. شوف ما يدورون الحرام. هاي غرفة مال اخشاب كاملة راشهم خادتهم ما ملعوب بيها. هذا ميسي شباب هذا ها. إننا نحييكم ونشكركم على هذه الروح الجهادية التي تمتلكونها وعلى الروح الوطنية التي تتحلون بها، فكنتم ولا زلتم محبون لدينكم وإسلامكم وعقيدتكم ووطنكم، وإلى يومنا هذا إذ تجاهدون شذاذ الآفاق وهم يحاولون النيل من وحدة وطننا، بل ويريدون النيل من ديننا وإسلامنا وعقيدتنا. وأنتم أيها الشجعان إذ تقفون في سوح الجهاد في سامراء أو آمرلي أو الإسحاقي أو جرف الصخر أو في أي شبر من هذه الأرض المقدسة المعطاء،